ملي كنا صغار وحنا كنسمعوا بعيشه قنديشه. هاد عيشه قنديشه اللي نوضت الرعب في قلوب الصغار وحتى الكبار. اسطوره عيشه قنديشه هي من اشهر الاساطير المغربيه. لم نقل اشهرها، فشنو هي القصه الحقيقيه لهاد السيده وشنو السبب اللي خلاها تحول من انسانه عاديه سميتها عيشه الى جنيه واللي ولاو الناس كيعيطوا عليها عيشه قنديشه. القصة كلها غادي نعاودها لكم اليوم، فقبل ما نبداو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش اي قصة لحتى تشوفوها نتوما الاولين. يلا نبداو. كاينين بزاف ديال القصص اللي كيدوروا على الاسطوره ديال عيشه قنديشه، وفي كل منطقه كتختلف المعلومات اللي عندهم عليها، وايضا كل منطقه في المغرب عندها سميه مختلفه لهاد المراه. فكاينين اللي كيسميوها بلاله عيشه، عيشه القناويه وعيشه السودانيه، وخارج المغرب كيسميوها بسيدة المستنقعات. قصة عيشة قنديشة كاينة أسطورة كتقول أن عيشة قنديشة عاشت في القرن 15 وأنها كانت مجاهدة كتخرج في الحروب، وكانت عاونات الجيش المغربي في مقاومة احتلال البرتغال. فكانت إنسانة اللي قوية بزاف، كانوا كيقولوا أن عندها قوة 1000 رجل، وأنها قتلت من الجيش البرتغالي اللي ما قدروش الجيش المغربي كامل يقتلوه. وبسبب الرعب اللي سباتو للجيش ولاو كيقولوا عليها جنيه ماشي انسانه. وكيتقال باللي ما بين القرن 15 و 18 الجيش البرتغالي قتل ليها راجلها، فقررت انها تنتقم ليه، وولات اي واحد شافته كتصفيها ليه، حتى سموها بعيشه قنديشه. بلاتي شنو كتعني عيشه قنديشه؟ كونديسا هو مصطلح يوناني كيعني الاميره. فقبل ما يتم ترحيلها للمغرب فهي كانت من عائلة ملكية نبيلة وراقية في اليونان، ولكن مع الرعب اللي كانت دايراه في ذاك الوقت في المغرب وبحكم الدارجة تحولت من كونديسا إلى قنديشة. مهم البرتغاليين ولاو مآمنين باللي عيشة هي من الجن ماشي من الإنس، وكيتقال أن عيشة كانت زوينة بزاف والشكل ديالها ما كانش عادي، فكانت كتجذب دوك الرجال ديال الجيش، ولكن كانت ديما كتلبس حوايج طوال، والسبب غادي نقول لكم من بعد. مهم فاش كتلاقى بشي جنود كتسحرهم بالجمال ديالها وكديهم معها لورا الجبل، وفاش كيوصلوا كاين اللي كيلاحظ اش كاين تحت داك اللباس الطويل وكيهرب، وكاين اللي كيبقى مفتون بالجمال ديالها وكتقتلو. فعلاش كانت كتلبس داك اللباس الطويل؟ غنقول لكم علاش، حيت كانوا رجليها رجلين ديال المعزه او بقره، مهم رجليها ديال الحيوانات. كتقال ان عيشه قبل ما تحول جنيه كانت انسانه صالحه وكانت مجاهده وساعدت الجيش المغربي، وان المقتل ديال الزوج ديالها هو اللي شعل فيها نار الحقد وخلاها تنتقم من اي واحد، وولات باغا تنتقم من اي راجل. فبسبب داك الشيء والسحور وكانت كتمشي للمقابر في الليل فتحولت الجنيه. فناس كبار اللي عاشوا في داك الزمان كيقولوا انها كانت كتصفيها لدوك الجنود باش تاكلهم وتشرب من دمهم وتدير بهم طقوس شيطانيه. من بعد هاد العقود والقرون اللي دازت بقات القصه ديال عيشه كتداول ما بين جيل لجيل، وكيقولوا بلي اي واحد كيذكر سميتها بالليل كتحط عليه اللعنه ديالها، وكاينين الناس حاليا كيقولوا انهم شافوها. فخلوني نعاود لكم بعض الناس كيقولوا انهم شافوها. بقاو معايا. واحد الراجل سميتو محمد كيقول انه في واحد النهار مع ديك 9 ديال الليل دخل الكوزينه باش ياكل، ولكن ما لقاش الخبز. مهم كيقول انه خرج من الدار مشى المرجان حيت كان قريب حداه، وكانت الدنيا خاويه بزاف وتقول واش شي واحد كيدور تماك. بقى غادي في ديك الطواله حتى كتبان ليه مرا شعرها كحل وطويل ومغطي العينين ديالها، لابسه كلشي في الابيض ورجليها فحال رجلين ديال الماعز. كيقول باللي فشل في ديك اللحظه ما بقاش عارف واش يزيد ولا يهرب، بقى غادي كيجري ما دارش وراه. كيقول باللي من ديك النهار ما بقاش كيخرج بالليل. وبنت اخرى سميتها يسرا كتقول في واحد النهار ضربتها الفيقه مع 3 ديال الليل وناضت تشرب، والسرجم كان مقابل مع البلاصه اللي فيها لافابو. كان الشرجم محلول وغتحس بحال شي واحد داز من حدا الشرجم، غادي تطلع راسها ما غادي تلقى حتى شي واحد، وغادي تحيد عينها، وغادي تحس من بعد شي واحد تاني داز، ما غادي تطلع عينيها غادي تقابل معاها، غادي تغوت ربي اللي خلقها، وغادي يجيو عائلتها يتجمعوا عليها، غادي تعاود ليهم كل شيء وعائلتها غادي تيقوها. مهم غادي يسدوا البيبان مزيان والسراجم وينعسوا، وغادي يسمعوا من بعد صوت ديال شي واحد كيدفع الباب.
بحال باغي يهرسو، حتى واحد ما غادي يتحرك من بلاصتو. كلهم تخلعوا وما قدروا يديروا حتى شي حاجه في داك الليل. ومع غادي يود الفجر داك الصوت ما غاديش يبقى. ومع الصباح جمعوا حوايجهم وخرجوا من ديك الدار، حيت اصلا هما كانوا غير كارينها. بنت اخرى سميتها نجوى كتقول في واحد الليله كانت مسافره هي وعائلتها بالطوموبيل ديال باها. مهم شدوا الطريق في الليل، ومع ديك الجوج ديال الليل قالت باللي باها كيسوق وعائلتها كانت ناعسه. مع ضرباتها الفيقه قالت باللي ديك الطريق كانت خاويه بزاف، فهي فاش فاقت جاها العطش. والقاعه ديال الماء كانت اللو في الطوموبيل. كتقول الدوره اللي دارت باش تاخد القرعه تقابلات مع الجاج اللوراني ديال الطوموبيل، حتى كتبان ليها بوجهها اللي كان مرعب ومخيف. بقات كتغوت فاقوا دارهم، فاش عاودوا طلوا ما لقاو حتى شي واحد. حتى واحد ما تيقاو، قالوا ليها باللي كنتي كتخيلي، ولكن هي كتقول كانت متاكده من داكشي اللي شافته وماشي تخيلات، وهي كبيره ماشي صغيره وعارفه شنو كتقول. ولد اخر سميتو ياسين كيقول باللي داك العام كانت عنده الباك، وهو كان عزيز عليه يحفظ بالليل. قال لك واحد النهار قرر يخرج مع 10 ديال الليل لواحد البلاصه حداهم دايره فحال الجرده، كانت كتكون خاويه بالليل ومناسبه ليه باش يحفظ. هز ادواته ومشى ليها. مهم مشى جلس في بلاصتو اللي موالف يجلس فيها، بدا كيحفظ شويه ما حش بعينيه حتى داتو ونعس. كيقول فاش ضرباتو الفيقه سمع فحال شي واحد كيتمشى وراه، غادي يدور ما غادي يلقى حتى شي واحد. غادي يرجع يبغي يحفظ حتى شويه شي حد قاسو في ظهره. هاد المره غينوض مخلوع، وديك النوضه اللي ناض غادي تقابل مع عايشه، ما غادي يحس براسو حتى غادي يضربها بجريه وغادي يرجع لدارهم. كيقول باللي كره الكتوبه والحفاظه وكل شيء. ياسين داك العام سقط في الباك. بنت اخرى سميتها لمياء كتقول واحد النهار كنت مسافره في الليل هي وخوها، كانوا مسافرين في الكار. مهم غادي يحطهم مع 3 ديال الليل في المحطه، فقرروا انهم يمشيو على رجليهم. المهم في الطريق كانت الدنيا كتصفر، حتى واحد ما كاين، حتى كتبان ليهم عايشه في داك الليل كانت واقفه ما قربات ليهم كاع، ما حداتهم غير كتشوف. كيقولوا باللي شعرها طويل ومغطي وجهها. مهم جراو وكملوا الطريق حتى وصلوا. الصراحه هاد القصص كيتنتيقهم وما كنتيقهمش، ما عرفتش علاش. وهنا كتكون سدات القصه ديالنا. تقدروا تعاودوا التجارب اللي وقعوا لكم في التعاليق. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه. اهم حاجه انكم تفعلوا الجرس وتسناو قصه جديده. مع السلامه.